عسلامة عسلامة يا جماعة، مرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي الناس كلها تكونوا لاباس وتكونوا في خير ونعمة. رجعت لكم في فيديو جديد ودبارة جديدة. اليوم إن شاء الله دبارة تونسية بنينة محرحرة مشخشخة كيف العادة. المرة اللي فاتت حضرنا مع بعضنا الكسكسي بالعلوش بالكسكسي متاع العولة، أما المرة هذه باش نحضروا كسكسي دجاج بالكسكسي متاع البكوات متاع العطار. دونك حضرت الكسكسي هذايا كيما تشوفيه، نوعية كسكسي داري، أحويجة سهلة في التحضير وبنينة برشا. بس بالنسبة للجماعة اللي ما عادش عندهم الكسكسي متاع العولة ينجموا يستعملوه. حضرت لهنا تريفات متاع الدجاج، غسلتهم ونظفتهم وعصرت عليهم القارص. كيما تعرفوا الدجاج لازم ننظفوه بالكدا خاطر فيه الريحة. ولهنا حضرت كيس متاع حمص ديجا طايب هذاك حاضر. ولهنا باش نستعمل زوز انواع متاع طماطم، الطماط ليكيد هذاك والطماطم الكونسونطري. ولهنا اللي كتب من ربي من الخضرة الموجودة عندي شوية بصل، سفناريا، كعيبات بطاطا وشوية قرع أخضر. ولهنا عندي بصلتين اللي باش نطيب بهم الصوص، معاهم كعيبات ثوم. ولهنا شوية فلفل، وعندي هذايا قرايم فلفل شايح زادة يبنن الكسكسي ويبنن لنا الصوص. وبالنسبة للفحات لهنا عندي مغرفة متاع فلفل أحمر مرحي، ومغرفة متاع فلفل أحمر مهروش، ومغرفة ملح، وبتبيع شوية زيت مخلط بزيت الزيتونة والزيت العادي، ورشة الفلفل الأكحل متاع العادة. نتعديو توا مع بعضنا لطريقة التحضير. خديت الدجاج متاعي، حطيت عليه الفحات اللي هي الفلفل الأحمر المهروش والفلفل الأحمر المرحي، ورشة ملح وشوية فلفل أكحل، وباش نخلطهم بالكدا ونخلي الدجاج هذاك يرتاح في الفاح متاعو. انا قبل كنت نحط كل شيء ونقليه مع بعضه، لكن ملي جربت الطريقه هذه حسيتها تفوح وتبنن الدجاج اكثر من انك تطيبه ديريكت، يعني في الصوص، يعني في الطنجره تقليه ديريكت وتطيبه. او كان خلطوه لازم نخلطوه بالكدا باش تريفات الدجاج الكل يوصلهم الفاح. خليهم يرتاحوا شويه ومن بعد نواصلوا طريقة التحضير متاعنا. كما شفتوا كسكسيني التونسي الزمني ما فيه حتى شيء، حويجة سهلة برشا. وطريقتي متاع العادة بالنسبة للجماعة إذا كنت تفرجتوا في الفيديوهات الفارتين، واللي ما تفرجش يعمل طلة، فما برشا حاجات بنينة ومزيانة زادة. حضرت المقفول متاعي لهنا، حطيت فيه شوية الزيت، ولهنا باش نقلي فيه الفلفل. هذه طريقة، والفلفل هذاك زاد الفلفل الشايح. هذه طريقة راهي تبنن لنا الصوص متاع الكسكسي. ونعاود نذكر مرة أخرى، يعني بقل معون وبقل زيوت وبقل كل شيء. نقلي الجرينات نحطهم على شيرة ونكمل نطيب على روحي. لهنا هايكا باش نوريكم كيفاش قصيت طريفات البصل. مش لازم يكونوا جويدين برشا كما نعرفوا اللي البصل متاع الكسكسي، ونقصوه خشينه شويه في الصوص وكل. وخليت كعبات اللي باش نرميهم كاملين، يعني من غير ما نقصهم، اما لازم يكونوا كعبات صغار مش كعبات برشا باش هكاك يطيبوا بالكدا. والثوم كما شفتوا ما نعصروش الثوم، سينو باش تولي لي صوص تاع مقرونه مش تاع كسكسي. الثوم نقصوا طريفات صغار. بالنسبه لي انا الثوم دواء نستعمله في اللي بلا الكل. كما شفتوا هاكا قرينات الفلفل تقليه وساييه. طيب باش نحطوهم على شيره ونكملوا نحطوا يعني المكونات الاخرين في الزيت هذاك بطبيعه بالمرحله. هيك اول حاجه باش نحطوا البصل والثوم اللي قصيناهم. وبالنسبه للدجاج راهو ماهوش دجاج عربي، راهو دجاج عادي، اما كمان بويسكي التفويح باهي جانا كسكسي ما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم ان شاء الله تجربوها الغسات وان شاء الله تعجبكم. هاوكا توا لهنا حطيت طماطم ليكيد هذيك زاده، هدية تساعدني باش نقلي الخضرة بالكدا واللحم من غير ما نستحق اني نزيد الماء. نجم تستعملها الطماطم هذيك في اي صوص، مقرونة هكا كسكسي، وزدت عليها لهنا الطماط كونسونطري بطبيعة باش تجينا الصوص متاعنا تختخ شوية ويجينا الكسكسي احمر، وما تجيناش يعني ما تجيناش الصوص خفيفة برشا. وبالنسبة للون الأحمر هذاك راه مش كانت طماطم أكا هاو، أما الفلفل هو اللي عنده أكثر دور في أنه بالصوص تجي حمرا هكاك. هاكا نحركوها نقليوها بالكدا. بالنسبة اللي يعرف الطماطم تاعو قارصة ينجم يزيد طبع سكر، أنا الحقيقة طماطم سافا دونك لهنا ما حطيتش. هذاك الدجاج متاعي اللي فوحته وخليته ارتاح هاكا توا زدته مع بقية المكونات اللي حطيتها، وباش نحرك كله مع بعضه ونخليهم يتقليو بشوية بشوية من غير ما نزيد ماء من الأول.
على خاطر كيما شفتوا ديجا الطوماط يعني كيما قلت لكم سايله، يعني طماطم تساعدنا باش اني نقلي المكونات هذيك الكل من غير ما نستحق اني نزيد الماء. ونبقاو نتفقدوها هكا كل مره نحركوها باش ما تتحرقش زاده. كيما تشوفوا اللحم ما شاء الله مصلي على النبي، خذي اللون سايي تحمر هاكا وخذي الفاحه نتاعو زاده بالكدا. توا في المرحله هذيا يعني نمرقوها هاكا بالماء، لازم يكون سخون هاكا يساعدنا باش هكاكا تحضر الصوص نتاعنا نتاع الكسكسي فيسع فيسع، ما تاخذش وقت باش نعاود يسخن الماء من الاول جديد اللي نزيدوه. وزاده يقولوا على اللحم باش هكاكا ما يلصقش في العظم، يقولوا كي تمرق الماء بارد اللحم يلصق في العظم. هاكا لهنا حطيت ما يقارب إترتين ماء، على خاطر كيما تعرفوا باش نحط الكسكسي يفور وياخذ وقت، باش نحط الخضره الطيب وكل باش ما نبقاوش مره اثنين واحنا نزيدوا في الماء، هايكا مره واحده من الاول. لهنا باش نوريكم طريقه تحضير كسكسي داري. هذا بالنسبه لي انا حقيقه اكتشاف. انا في العاده كنت ديما نطيب بكسكسي العوله، لكن على غالب السنه العوله متاعنا وفات وما روحناش لتونس جراء الوباء كما تعرفوا الناس الكل. ان شاء الله ربي يرفع علينا، وان شاء الله يا ربي تشفي الناس الكل، وان شاء الله يا ربي نرجعوا لحياتنا العاديه ونزوروا اهلنا ومالينا وبلادنا الغاليه. هاكا دونك تلزينا باش ناخذ الكسكسي متاع البكوات هذايا. طريقه التحضير متاعو سهله برشا كما تشوفوا لهنا. والبنه زاده ما شاء الله حطيت لهنا شويه ملح وشويه زيت هذاك اللي مخلط بالزيت زيتونه زاده كيف كيف، ونخلطوا هكا بالكدا عباره بس يعني الكسكسي باش ما يجيناش من بعد معجن ولاصق هكا في بعضه. كيما تشوفوا هكاك نبقاو نحركوا بشويه بشويه. بطبيعه انت والكميه اللي باش طيبها. كيما شفتوا انا لهنا الباكو هذاك فيه كيلو، استعملت رطل يعني 500 غرام كسكسي. كيما تشوفوا لهنا استعملت عليهم كيس ماء يمكن ما يقارب 250 مليلتر من الماء. هذايا مش كسكسي العوله الشمس المفور متاعنا اللي نغرقوه بالماء والكل، لا هذايا جوست ترشوا هاكا بالماء وتبقى تحرك هكاكا، وبعد تخليه يرتاح شويه وتحطه يتفور. تو تشوفوا من بعد يجي ما شاء الله كل كعبه وحدها تبارك الله هاكا، يعني مش كيما الكسكسي الاخر متاعنا نصبوا عليه الماء الكل وبعد تصفي والكل. هاكا نبقى نحرك حتى لنتاكد يعني الكسكسي متاعي كله تبل بالماء. نبقاو هكاك نحركه بشويه بشويه وبعد نغطيه ونخليه يرتاح ونحطه نفورو تفويره واحده. هايكا تفويره واحده مع الخضره مع كل شيء مع الدجاج. كيما تعرفوا ما ياخذش وقت، ما فيهش روح، يعني الدجاج مش كيف العلوش ولا البقري ياخذ وقت باش يطيب. دونك ما شاء الله يعني كل شيء في اقل من ساعه حضر. هايكا الصوص متاعنا ساي غليت. لهنا حطيت الحمص. بالنسبه للحمص اذا كان عندك حمص منفخ تحطه من الاول، انا الحمص هذاك بطبيعته طايب. ولهنا حطيت شويه فلفل جوست على المطعم في الصوص هكا هو، خاطر ديجا قليت فلفل حضرته. وباش نحط الخضره متاعي الكل مع بعضه، خاطر كيما قلت لكم ما ياخذش برشا وقت راهو باش يطيب، خاطر الدجاج بطبيعته يعني ما فيش روح. ونحضر الكسكس متاعي بالكسكسي ونحط الكسكسي متاعي يفور على روحه. بطبيعه كي شفتوا لاستيوس اللي عملتها في الفيديو متاع الشوربه المفوره، الكسكس خديت سوبالان ودهنته القاع والجناب بالكدا بالزيت باش هكاك الكسكسي من بعد ما يلصقلناش في الجناب. وتوا نحط الكسكسي متاعنا كيما تشوفوا يفور في نفس الوقت يعني مع الخضره مع الكل. الحقيقه ياخذ شويه وقت الكسكسي هذا مقارنه يعني بكسكسي العوله، اما زاده بنين ما شاء الله. كيما قلت لكم الله غالب اللي وفات العوله ما عليه كان يتلز وياخذ الكسكسي هذا، اما ما شاء الله الحقيقه بنين مصلي على النبي. وتوا باش نخلي الكسكسي بتاعي يفور على روحه. كيما تعرفوا زاده لاستيوس الاخرى
الكسكسي ما يلزمكش تغطيه سينو راهو يعجن. اذا كان تحب تغطيه باش يفور فيه ساعه تحط منديله وبعد تحط الغطاء نتاع الكسكيس، ما تحطش الغطاء ديريكت سينو راهو بعد الكسكسي يجيك معجن. هاكا ديجا هو لهنا مصلي على النبي بريسك فور. بالطبيعه لازم نزيدوها كاللمسه المزيانه هذيك باش يجينا بنا ما شاء الله. هي الفلفل الاكحل، انا وهو هكاك يفور نحط له شويه فلفل اكحل زيد تخرج ريحته تبارك الله. نحركه وبالطبيعه نعمل نقبل في الوسط هذيك في الكسكيس في وسط الكسكسي كيف العاده باش ما نخسروش البخار يخرج من الجناب يخرج من غاديك من الوسط، وهكاك يتفور لنا الكسكسي نتاعنا فيسع فيسع. فوالا الكسكسي نتاعنا سي يفور ما شاء الله كيما تشوفوا تبارك الله كل كعبه وحدها مصلي على النبي. بالنسبه للنوعيه هذه راهو كسكسي متوسط، وكيما شفتوا نوعيته داري الحقيقه حاجه سهله برشا ما ياخذش وقت يفور ديجا كيما قلت لكم. ياخذ وقت بارابور الكسكسي الاولى، اما زاده يعني كي باش تحضر بلا هكايا وكل ما ياخذش برشا وقت وتجيك حويجه بنينه مصلي على النبي. شوفوا تبارك الله فارك بالقدا كل كعيبه وحدها. بالطبيعه نزيدوا شويه من الفلفل الاكحل، لابد الكسكسي نتاعنا يكون مزوز سينو ماهوش كسكسي تونسي. وبالطبيعه ما ننساوش بالطبيعه البن هذاك عنصر اساسي زادا نهاير الكسكسي لابد معاه البن نتاعنا. تو باش نسقيه هاكا ناخذ الصوص اللي من فوق اللي فيها شويه الزيت، هذيك هي اللي تلون لنا الكسكسي، هذيك هي اللي تعطينا اللون الاحمر المزيان في الكسكسي. ما نهزش من فوق من القاع، نهزه من فوق هكاكا باللوش نتاعك وتبدا تحرك. وبالطبيعه الصوص ما نحطوهاش الكل فرد ضربه تنجم تغرق الكسكسي نتاعك. والكسكسي بنتك يبدا متوسط يعني كل شيح شويه، دونك الصوص نبدا نحطه بشويه بشويه ونحركه كيما تشوفوا هكا نحطه بشويه ونحركه حتى اللي يتسقى كله. وبعد نخليه لمده عقيله 5 دقائق يرتاح شويه ونكمل ونحط الخضره يعني حتى اللي يشرب هو الصوص هذيك بالقدا. هاكا كيما تشوفوا يعني نحط ونخلط ونشوف عيني ميزاني باش زاده ما يجيش يعوم بالصوص سينو وقتها يولي شوربه مش كسكسي. هايكا حويجتنا العربي وحدها، خرجنا الماعون التونسي الفخار والمغرفه اللوح هذيك وجونا تونسي 100% مع البن مصلي على النبي. برك الله نودكم ولا نشهيكم حصيلو. كيما شفتوا هايكا مكونات بسيطه، شويه خضره شويه دجاج وكسكسي جينا مصلي على النبي نودكم ولا نشهيكم. اوكا بعد ما خليته ارتاح لهنا لمده 5 دقائق حتى يشرب الصوص نتاعو بالكدا. توا نكمل لهنا نحط الخضره نتاعي الحمص وسفناريا قراع الاخضر، وبطبيعه عاد ما ننساوش الالوان المزيانه نتاعنا نتاع الفلفل الاحمر والاخضر ما شاء الله. بالطبيعه الريحه عاد نودكم ولا نشهيكم. ان شاء الله يا ربي الغوصات تكون عجبتكم وان شاء الله تكون سهله والفيديو خفيف عليكم. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله ربي يجيكم كسكسي بنين ومزيان. ان شاء الله يا ربي زاد الناس الكل ديما تكونوا في خير ونعمه، وان شاء الله نكون قدمت لكم الغوصات بطريقه سهله ومبسطه. وما تنساوش كيف العاده تشجعوني بجيمو كومنتير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي ما عملش طلع على الفيديوهات الاخرين يعمل طلع ويشجعني زاده. وتو مبقالي كي نقولكم ان شاء الله يا ربي في غوصات جديده وفي بنه جديده وبسلامه.